السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم تيفو الأهلي السعودي. طبعا كل أنظار الجماهير الأهلوية دلوقتي ناحية اسم المدرب الجديد، والحقيقة أن الإشكالية أن النادي الأهلي لا يصلح لتدريبه أي مدرب والسلام. لازم مدرب يكون قادر على حمل تلك الأمانة، لازم يكون مدرب بحجم النادي الأهلي السعودي، بحجم 2 دوري أبطال آسيا للنخبة ورا بعض. الموضوع مش سهل، وأنا سعيد جدا جدا بعدم التسرع في حسم اسم المدرب الجديد. اتكلم معاكم النهاردة عن أبرز الأسماء المطروحة لاستلام مهمة تدريب الأهلي السعودي. اتكلم معاكم كمان عن مباراة الأهلي والاتفاق الودية، وقد تكون المباراة الأخيرة الاستعدادية للموسم الجديد بإذن الله. يمكن نشر النادي الأهلي على حسابه تويتر النهاردة ان هو هيلعب مباراة مع الاتفاق غدا ان شاء الله الاربعاء الساعة 8 مساء. هتأكد لكم من الميعاد بالظبط. المباراة بإذن الله الساعة 5، الساعة 7 إلا ربع مساء ان شاء الله بإذن الله. يمكن امبارح اتكلمت معاكم عن الاسم المطروح أولي فيرنر المدرب الألماني. فور ما تم التواصل مع المدرب جاء رسالة مضمنة ورسالة غير رسمية للأمانة لإدارة الأهلي السعودي أن أولي فيرنر يوافق على قيادة الأهلي السعودي. خلاص انفراجة كده، يعني كده احنا مبسوطين. قلنا امبارح ان أولي فيرنر لا يصلح لتدريب الأهلي السعودي، قلنا ان اسمه أقل بكتير من حيث الخبرات ومن حيث المستوى ومن حيث عدد الأندية اللي دربها. انت بتتكلم يعني على مدرب ألماني صغير في السن زي ماتياس سيسلا. يعني بالمناسبة الأهلي النهاردة طلب غريب من نادي نيوكاسل يونايتد، طلب منهم ان هم ما يعلنوش عن استلام ماتياس سيسلا لنادي نيوكاسل قبل ما هم يجيبوا مدرب جديد ويعلنوا عنه. مش عارف بصراحة ايه السبب، إلا أنه في مفاجأة. الرد الثاني من أولي فيرنر كان رفض المدرب الألماني أولي فيرنر المدير الفني السابق لفريق لايبزيج عرضا مغريا لتولي قيادة الأهلي السعودي رغم الراتب الضخم الذي كان سيحصل عليه. وبحسب صحيفة بيلا الألمانية فإن فيرنر البالغ من العمر 38 عاما أحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب ماتياس سيسلا، والذي بات قريبا من الانتقال لنيوكاسل يونايتد. وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي عرض على فيرنر راتبا يوازي ما كان يتقاضاه يسيلا، والذي يقدر بنحو 11 مليون يورو سنويا، ويعد هذا المبلغ أعلى بكثير من راتبه الحالي، إذ لا يزال فيرنر يحصل على 3.7 مليون يورو سنويا من لايبزيج حتى صيف 2027 بموجب عقده الساري. رغم الإغراءات المالية قرر المدرب الألماني رفض العرض، معتبرا أن التوقيت غير مناسب للعودة للتدريب. وأضاف التقرير أن فيرنر والذي سبق له تدريب هولشتاين كيل وفيردر بريمن قبل قيادة لايبزيج يفضل استغلال فترة ابتعاده الحالية عن الملاعب لاستعادة نشاطه، خاصة بعد الطريقة التي انتهت بها تجربته مع النادي الأهلي. الراجل عنده مشكلة نفسية. أولي فيرنر عمل مشكلة نفسية. ما أعلمه أن أولي فيرنر معترض جدا جدا عن فكرة الإعلان عن رحيله على صفحة النادي دون الرجوع ليه. احنا هنا بنتكلم على لايبزيج الألماني، على احترافية، على أوروبا، لكن ما فعلوه غير لائق. هو قال كده ما حدث كان غير لائق تماما بحق أولي فيرنر كإنسان وكمدرب، وأنا آسف جدا لذلك. الحقيقة اني انا ماليش دعوة بكل الصداع ده، معلش. انا وجهة نظري المتواضعة جدا ان أولي فيرنر لا يصلح لتدريب الاهلي السعودي. نقطة انتهى، مش محتاجة كلام تاني. ايضا تداولت مصادر مقربة من اوساط مشجعي الاهلي السعودي اخبارا متضاربة عن اقتراب الاسباني ارنستو فالفيردي المدرب السابق لنادي اتلتيك بلباو من قيادة الفريق فنيا، لكن تقارير مؤكدة نفت ذلك. لكن الحقيقة أن مصادر مقربة من الأهلي السعودي قالت أن فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة وأتلتيكو بلباو لم يكن ضمن خطط إدارة الفريق ليحل بديلا من ماتياس سيسلا، مضيفة أن النادي الأهلي يتفاوض بالفعل مع أسماء عديدة ليس من بينهم فالفيردي.
طبعا ارنستو فالفيردي انفصل عن اتلتيك بالباو في نهاية الموسم الماضي بعدما قدم الفريق طوال 4 سنوات من 22 لحد 26 مستوى مرعب: كأس اسبانيا، كأس السوبر في تجربته الاولى في 2015. فالفيردي اعلن في مارس 26 انه هيغادر اتلتيكو بالباو في نهاية الموسم بعد ان خاض مع الفريق اكثر من 500 مباراة في 3 فترات قاد فيها فريق اتلتيكو بالباو. على ناحية أخرى، وب27 مليون ريال الأهلي السعودي يحسم أولى صفقات ما بعد يايسيلا. ونجحت إدارة النادي الأهلي السعودي في حسم أولى صفقاتها بعد رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسيلا، وذلك بالتعاقد مع المهاجم عبد الله رديف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان يايسيلا دخل من خلاف مع إدارة الراقي بسبب رفض شروط تجديد عقده قبل أن يقرر الرحيل لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رغم قيادته معسكر إعداد الأهلي حتى نهايته. حسمت إدارة الأهلي صفقة التعاقد مع عبد الله رديف مهاجم الهلال السابق لينضم لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزعيم. ووقع رديف وقع عقدا يمتد ل4 مواسم حتى صيف 2030، 23 عام، موهبة رهيبة، لاعب دولي من أبناء أكاديمية نادي الهلال، وبصراحة إضافة كبيرة للنادي الأهلي السعودي إن شاء الله بإذن الله. على ناحية أخرى، نادي بشكتاش التركي يضع الفرنسي إنزو مايو لاعب الأهلي ضمن اهتماماته. بصراحة أنا مش عارف ليه الأهلي مصر على رحيل إنزو مايو رغم إن اللي كان عايزه يرحل هو ماتياس يايسيلا، هو نفسه رحل. يعني أعتقد إن إحنا محتاجين إعادة نظر تماما. أنت عايز إنزو مايو يرحل، تمام، مين؟ ماتياس يايسيلا هو اللي عايزه يرحل. طب ما هو رحل نفسه ماتياس يايسيلا، يبقى نعيد النظر. إلا أن إدارة بشكتاش التركي وضعت لاعب الوسط الفرنسي إنزو مايو المحترف في صفوف النادي الأهلي السعودي ضمن أبرز أهدافها التعاقدية الصيفية لتعزيز صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الجارية لعام 26. وأيضا يسعى النادي التركي لاستغلال الرغبة القوية لدى النجم الفرنسي للعودة للمنافسات الكروية الأوروبية عقب خوضه تجربة احترافية في الدوري السعودي المحترفين رفقة الأهلي بعد انضمامه صيف العام الماضي قادما من الدوري الألماني. طبعا في محاولة دلوقتي من بشكتاش مع الأهلي إن هم يخفضوا من راتب اللاعب، لكن على الأغلب الأمر هيتم على سبيل الإعارة. وكم أتمنى استمرار إنزو مايو. أنا أرى أن إنزو مايو لديه الجديد ولديه المزيد يمكن تقديمه للأهلي السعودي. أخيرا يواصل الحارس السنغالي إدوارد مندي حارس مرمى الأهلي السعودي تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي داخل العيادات الطبية بمقر النادي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار الجهود الرامية لتجهيزه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن موعد عودة مندي إلى التدريبات الجماعية سيتحدد وفق مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الحالي والذي يتضمن جلسات مكثفة لعلاج موضع الإصابة. ليه أنا بتكلم عن إدوارد مندي؟ لأن ناس كتيرة امبارح أشاعت أن نواف العكيدي حارس مرمى نادي النصر سينتقل للنادي الأهلي. الكلام ده غير صحيح للمرة. المهتم بانتقال نواف العكيدي هو نادي الاتحاد السعودي. نادي الاتحاد عنده حارسه راكوفيتش عمل مشاكل كتيرة جدا مع نادي الاتحاد ومع جماهيره وبيتطاول على جماهير نادي الاتحاد، ونادي الاتحاد عايز يمشيه بأي طريقة، بس هيجيب مين البديل؟ هيجيب نواف العكيدي. ثقة كاملة جدا من إدارة الأهلي السعودي في إدوارد مندي وفي الصنبي، ولن يأتي حارس جديد للأهلي السعودي بإذن الله. نأتي لمباراة الأهلي والاتفاق بإذن الله بكرة إن شاء الله بإذن الله 5 أغسطس الساعة 7:15 مساء بتوقيت السعودية. الأهلي بكرة هيلعب إن شاء الله في حراسة المرمى بعبد الرحمن الصنبي، خط الدفاع علي مجرشي، مرح ديمرار، رجاء بنيز، زكريا هساوي، خط الوسط الدفاعي زياد الجهني، إنزو مايو، خط الوسط الهجومي صالح أبو الشمات، إدوارد سبيرتسيان، ماتيوس جونزفاليس، وخط الهجوم لفراس البريكان. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.